السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من يومية رمضان. اليوم غادي نحضر لكم خبزة القطايف، طريقة جد بسيطة وسهلة بمكونات بسيطة. قطايف وسيرو، شوية تاع كاكاو ولا مكسرات اللي عندكم في البيت. اولا الخطوه الاولى غادي نحضر السيرو غادي نديرها شويه ثقيل. عندي 2 كيسان سكر، هذا كاس الاول، بسم الله. نزيد نضيف الكاس الثاني، كاس ثاني، ونضيف عليه كاس تاع ماء، نضيف عليه كاس تاع ماء بنفس الكاس تاع عبرو، وندير عليه طرونش تاع ليم، نديرها على النار مين يقعد يغلي، نحسب 10 دقائق ونطفي عليه النار. هنا بعد ما يقعد يغلي حسبوا 10 دقائق وطفوا عليه النار، خلوه يبرد. هنا عندي 250 غرام تاع قطايف، على حسب البلان غادي ندير بلا صغير. هنا مقستهم بالمقص ولا تقطعوهم بالخدمي. مديت هنايا 250 غرام. هنا بعد ما لي قطعتها غادي نضيف لها مغرفه تاع السكر كلاصي باش تعطيني داك اللون الدوغي. خلط مليح، نزيدو نضيفو كاس تاع السمن بارد، بداو برده، غلزو الصباع. دخل السمن مليح، نقسمها على 2. بعد اللي دخلت السمن مليح نقسمها على 2. هنا هذا بلا سني مدور تهداه بالسمن. هنا باش تنجح لكم الكيفيه، هنا اللي تدركوا عليها مليح باش تعطوها باش تجي مسطحه. هنا بس باش السطح تاع القطايف يجي نيشان. هنا تحاولوا تدركوا مليح باش ما تجي لا جهه مصطلعه ولا مهوده. شوفوا تدركوا مليح. هنا سويتها مليح. هنا عندي قلت لكم مكسرات اللي عندكم في البيت. انا كان عندي شويه كاكاو شويه لوز، خلطهم مع بعض، ما درت لا سكر لا والو. قلت لكم طريقه سهله وبسيطه، خاصه للمبتدئات تجيهم سهله. بالنص اللي بقى تاع القطايف نزيد نغطي السطح حتى تحمر. هنا نزيدو رشه خفيفه تاع السمن، متكتروش، بقدرها. وهنا نضغط مليح، نضغط مليح، زيرو. وانا هذا البلا اللي راني دايره فيه الخبزه تاع القطايف 24 سنتيمتر على 6 سنتيمتر. هنا راني مسخنه الفرن، ندخلها للفرن
من نشوف على نار متوسطه، قلت لكم كل وحده والفرن تاعها. من نشوف الاطراف هنا حمارولي نعرف بلي راها طايبه من تحت. تشعلوا عليها النار من الفوق وين تشوفوها حمارت ما تخلوهاش حتى يفوت لها طيب، وطفوا عليها النار. هنا بعد اللي خرجتها من الفرن قلت لكم من يحمروا لكم هادو الاطراف عرفوها بلي راها طايبه من تحت. انا شعلت عليها النار من الفوق وهي سخونه. قلت لكم الشربة تكون ثقيله. قلت لكم ما تفوتوش 10 دقائق، لا فوتوا 10 دقائق راهي يتكرمل لكم. خلوها حتى تبرد عاد وقطعوها. ان شاء الله نشوفوها على طاولة التقديم. خبزة القطايف في الفرن بطريقة جد سهلة، تجي روعة، تجي مشربة بالسيرو. والنصيحة اللي نقولها لكم، قلت لكم عرفوا شا تشرو النوعية الجيدة المليحة. كاين القطايف لي ناشفين بزاف، تجي روعة. التزيين يرجع لكم ليكم. تجي مشربة، تجي معسلة. طريقة ولا أسهل. وباش تنجح لكم قلت لكم الوصفة تدركوا عليها كما درت لكم كما بينت لكم في الفيديو. طريقة سهلة ان شاء الله، بالصحة والراحة. صحة فطوركم. السلام عليكم.